السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الله عليكم أخوتي وتقبل الله فطوركم. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وكيف العادة ما غاديش نطول عليكم، ولكن هذا الفيديو غيكون عامر بالفوائد. اسمعني مزيان. اللي غنتكلموا عليه اليوم هو واحد الحاجة اللي صراحة كنهملوها بزاف. أنا عارف بأن بزاف ديال الناس تيكونوا مبليين بشي حوايج الله يعفو علينا جميعا، وبالتالي كيحاول يزين راسو في رمضان، وفي الاخر ملي كنسالي تيقول لك راني صايم، وحيد عليا راني صايم، بعد مني راني صايم، بحال كيصوم غير بالجميل. دابا انا اللي بغيتي تفهم ليا هو واش انت فهمتي قول النبي صلى الله عليه وسلم. اجي انا عارفك ما عارفش شنو قال، واسمعني باش تفهمني اش بغيت نوصل لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلي على رسول الله، قال ان الانسان لما يصوم لله عز وجل ايمانا واحتسابا، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني صام لله عز وجل، ما صامش لفلان ولا علان، واحتسب اجره لله عز وجل. يعني الصيام راك كتكون جالس بوحدك وما كاين حتى شي واحد حداك، وتيكون الماء حداك وفيك لا عطش، ومع ذلك كتصبر. علاش؟ لانك صبرتي لوجه الله تعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني راه الله غيغفر لك كاع ديك الذنوب ديالك اللي تقدمت، ولكن راه ماشي سهله باش نقول راني صمت ايمانا واحتسابا. راه تيقول الفم راه سهله، ولكن لا. علاش؟ لان بزاف ديال الناس راهم كيديروا شي حوايج في الصيام ديالهم وكتدمر لهم كاع ديك الاجر ديال ديك الصيام. ما استفاد من ديك الصيام ديالو الا الجوع والعطش، ما صور منه والو. حنا علاش غنصوموا؟ باش نستافدوا من الاجر، باش نستافدوا من المغفره. بغينا يتغفروا لنا الذنوب اللي ما خلينا ما درنا. اذا الان جات بيدك الفرصه غتضيع بشي حوايج تافهين، بحالاش مثلا خوتنا التجار. الله على التجار ورمضان، وكيستغلوا هذه الفرصه وتيقول جاب الله خوتنا لبين يدينا. وهنا كنشوفوا التجار كيبداو يحلبوا في خوتهم المسلمين. راه حنا اللي ما كنتهلاوش في خوتنا، حيت كنا كنتهلاو في خوتنا وكل واحد كيتهلا في خوه، هنا راه غادي تشوف بان الخير منتشر. ولكن لا، حنا فين ما كيجي شي واحد بين يديه تيقول الفرصه ديالي جات، وبالتالي هاد التجار كيحتكروا السلعه، تيزيدوا في الاثمنه، هو تيحلف بالكذوب والله تشريتها بهذا الثمن، وكيزيد يكملها انه كيبيع سلعه اللي ما مزياناش كان مخبيها في السطوك من العام اللي فات، وبزاف ديال الحوايج نتوما راه عارفين داكشي اللي كيديروا. اما اللي كينطبق عليهم قول الله تعالى ويل للمطففين. اسمع شنو قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي أنهم كيخسروا في الميزان، تياكلوا الناس. ما تاكلش الحرام، راه الا كليتي الحرام ضربتي كاع داك الخير ديالك اللي درتيه، وداك الصيام اللي صمتيه، وداك الجوع اللي جعتي، وهداك العطش اللي عطشتي ضربتيه بالزيرو. اخوتي المسلمين، اخوتي الله يجازيكم بخير، حاولوا تقادوا اللسان ديالكم، راه هذا اللسان يقدر يكون سبب في الضياع ديال الصيام ديالك. نتايا اللي كتسب الله عز وجل بالاعصاب، ولا بديك المشكل اللي انت فيه، اولا ملي كدابز مع واحد اخر، واش نسيتي بانك كتصوم لله ايمانا واحتسابا؟ فهنا حاول تفكر مزيان، وفكر مزيان وعاود فكر مزيان بان ديك النهار ما تضيعوش. كل ما ذكرتي الله فيه واحد ذكر حسن الا وغادي يضاعف لك. تحياتي لكم، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم، ونلتقيو في الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم.